تعالوا النهارده نعمله بالكيلو. هنعمل الكوفي ميكس 3 في 1، هيظبط دماغك ويظبط الطاسه. على الصبح كده هتقومي تعمليه وهتعشقيه وهتدمنيه. لا هيجيب لك صداع، وموفر واقتصادي وعلى قد الايد كمان. نسمي الله، صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لايك وكومنت وشارك الفيديو الحلو ده مع اصحابك وحبايبك، واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، عشان انا عارفه وواثقه ان انت هتحبيني ان شاء الله. اول حاجه كده معانا مقاديرنا بسيطه ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. معانا كوبايه كريم شانتيه خام، كوبايه لبن بودره كامل الدسم، ومعايا ربع كوبايه سكر عشان انا بحبش السكر. هتحطي ربع كوبايه سكر، نص كوبايه سكر، كوبايه سكر زي ما انت عايزه. ومعانا كوبايه فاضيه، تعالوا نشوف هنحط فيها ايه. النهارده هنستخدم الكوفي، هنعمل كوفي ميكس، يعني قهوه سريعه الذوبان، يعني القهوه المحببه، يعني نسكافيه. هتبداي تملي كوبايه حلوه كده منه هرميه، وهتجيبي طبق تحطي فيه السكر البودره، ممكن تحطي ربع كوبايه لكوبايه زي ما انت عايزه. وبعد كده انزلي بكريم شانتيه خام اللي احنا بنحط مكانه المبيض، بس المبيض طبعا مضر، فحطي كريم شانتيه احلى واطعم. وبعد كده هتنزلي معايا بكوبايه من اللبن البودره الكامل الدسم، وكوبايه من النسكافيه اللي هو القهوه سريعه الذوبان المحببه زي ما انت شايفاها كده بالظبط. امسكي لي بقى كده معلقه وقلبي لي الكلام ده كده كله مع بعض. طبعا لسه خطوه هنعملها مع بعض حالا عشان نتحول نفس الشكل اللي شفتيه في اول الفيديو، ونفس الشكل اللي بتجيبيه من الاكياس. والله بتاع الاكياس بيبقى مليان سكر، لا هو بيظبط الدماغ ولا نيله، ده محطوط له ماده اصلا بتجيب صداع. انا عشان ابطله خدت تقريبا 3 اسابيع نوم في السرير، صداع مستمر مزمن، اقسم بالله ما بضحك عليكم، فعشان كده بطلت اشتريه من بره. انا عشان بقى يكيفني ويظبط دماغي اكتر، حطيت 3 معالق كبار من النسكافيه علشان يظبطني، يعني تقريبا اكتر من ربع كوبايه نسكافيه. انا حطيت تقريبا كوبايه وربع من النسكافيه القهوه سريعه الذوبان. قلبت الكلام ده كده كله مع بعض، ماشي يا حلوه. هاتي بقى المطحنه بتاعه الخلاط اللي بتحني بيها السكر البودره، وابداي طحني لي القهوه بتاعتك او النسكافيه بتاعك التلاتة في واحد. ده نسكافيه 3 في 1، هتشربيه وهتدمنيه وهتعشقيه. وعلى حسب كميه النسكافيه اللي بتحبيها حطيها، ممكن تحطي من كوبايه نسكافيه لكوبايه ونص. وهتبداي تطحني لي وتحطي لي فين، وتحطوا لي في طبق كده على بعضه، وافرحي بقى وعيشي بقى واشربي كل يوم باللبن بالميه اللي انت عايزاه. عايزه تزودي السكر زي ما اتفقنا، بس ده كل الكميه دي كلها نسكافيه بيور، ما فيهوش اي حاجه سكر كتير. حطي السكر على حسب رغبتك. تمام يا حلوين، تمام. حطي بقى منيل البرطمان بتاعك يكون نظيف ومتعقم ومجفف، ما فيهوش ميه ما فيهوش اي حاجه، لان الكميه دي هتقعد عندك فتره طويله جدا، هتفضلي تشربي منها كل يوم. تقدري وانت بتشربها تحطي بقى عليها ربع معلقه قرفه، بيبقى طعمه خطير يا جماعه. يعني تكيفي الدماغ وتظبطي دماغك، وكمان تحسني مقاومه الانسولين وتظبطي السكر في الدم. هتعملي حاجات كتير قوي مع بعض. انا بحط كده معلقتين صغيرين في كوبايه، بيطلع معايا تحفه. شايفين مطلع كميه معايا قد ايه؟ البرطمان ده بياخد اكتر من كيلو حاجات تتحط فيه اي حاجه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بودر كوفي ميكس ولا مش كوفي ميكس؟ نسكافيه 3 في 1 ولا مش 3 في 1؟ اظن الشكل بيتكلم عن نفسه. طعمه تحفة جدا جدا جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ خدي بقى معلقتين صغيرين مليانين هرميين وحطهم فين؟ حطهم في الكوبايه. لو احتاجتي كمان نص معلقه حطي، ظبطي الطعم على حسب ما انت عايزه. انا بحب اشربه باللبن فحطيت لبن. وطبعا في اليوم ده كنت عامله معاه كيكه تحفه 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 بالبرتقال وبالكريمه، ان شاء الله انزلها لكم الفيديو الجاي باذن الله. جربي النسكافيه بالطريقه دي هتدعي لي. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفه وغني جدا. لبن بودره، مش ما فيهوش مبيض، وكريم شانتيه حلو جدا. نسكافيه تحفه. كل حاجه على ايدك، ما فيهوش مواد تجيب لك ادمان ولا تعمل لك صداع. دوقي بقى واشربي وادعي لي حاجه كده في قلبك يا معلم. لو عجبك الفيديو واستفدتي من المحتوى، شاركيه مع اصحابك، وكومنت حلو ودعوه حلوه من قلبك، واعملي لايك حلو بس عشان تساعديني ان انا اكمل معاكي وانزل لك فيديوهات كتير. اسيبكم في رعايه الله. كان معاكم رشا، سلام عليكم.